احنا بنفتح سريعا على الجزء الباقي معانا، اللي هي في رقم 13 اللي هي دير، اللي احنا قلنا فيها اوفن وفيها واشز اللي هو البريزنت سامبل. اوكي طيب. ايوه. الجزء ده فيه حاجة مهمة قوي، اللي هو احنا بنقول ان اللي هتفك الجملة حاجة واحدة اللي هي ايه؟ البريزنت هنا جايب لك فيها اس و اس. تمام. ايوه. جايب اي اس هنا طبعا واوفن غالبا. يبقى هنا بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن مفرد واشز مع هي وشو ات، يبقى عايز براذرز وفي براذر وبراذرز وفي براذر هي. تبقى ايهما الصحيح؟ احنا عايزين بس مفرد سنجولار، تبقى عفوا تبقى brother. their brother اخوها often watches the car on Sundays. اوكي عشان ده ايوه. زمن present simple، وطبعا هنا وفي اي اس فده مفرد عاقل مفرد يعني، فالمفرد brother على طول. طيب. احمد جود. احمد جود 19، يعني عايز يقول احمد خد 19 من 20 on the test. he was very happy، كان سعيد. he ايه؟ 4 19 4 20 ولا out of 20 ولا up to 20 ولا at؟ اولا ما تنفعش 4 وما تنفعش at، هي up to. ايوه. up اعلى صح كده، اعلى من 20. لا، ما هو 19 لا. 19 عمرها ما تكون اعلى من 20. يبقى عايز يقول خد 19 من 20، يبقى out of. عادي. يبقى out of صحيح. out. اه. تمام. هنا بيقول عايز يحط هنا كلمة ويحط هنا كلمة، يقول نقط I not come with you tonight. أنا هاجي معاك النهاردة الليلة دي because I not to visit my grandfather. هعمل إيه؟ عايز يقول لأنه عنده زيارة لجده يعني، فعايز يقول I can't. بس خد بالك هنا because هو كده بيقول له خلي بالك أنا عندي زيارة لجدي. يبقى I can أنا هاجي معاك ولا had ولا have ولا having ولا can't؟ يبقى هو مش هيقدر يروح معاه صح؟ ايوه. يبقى I can't come with you، أنا مش هقدر أجي معاك الليلة. I had أنا كان عندي اه. have ولا having. يبقى I طيب had. عادي. لا ايوه. بقول خلي بالك الليلة، ما هو tonight هي اللي تحل لك المشكلة tonight الليلة. يبقى I have مش had. أنا عندي زيارة لجدي ده معناه. تمام؟ طيب. it's I don't want to take the wrong book. انا مش عاوز اخد الكتاب الغلط. is this one mine؟ هو الكتاب ده بتاعك؟ هو بيسأل كده الكتاب ده بتاعك، عايز اقول قال له yes it is. بيقول له الكتاب ده سوري، هنا بيقول له it's on mine، ده ملكي بتاعي انا. فهنا رد عليه بيقول له yes it is. عايز اقول له بتاعك it is your ولا yours ولا your. يورز. yours برافو عليك، ده يبقى بتاعك انت. لما اقول لك it is yours العربيه دي it's yours، yours على طول ملكك ما فيهاش. برافو عليك. طيب بعديها which one is correct؟ أيهما صح؟ she told me that هي بلغتني and it's that is that it couldn't fix it. مش هقدر أحله أو مش هقدر أصلحه يعني. she told me that her computer not to work ولا her computer wasn't working ولا her computer not to work ولا her computer not to work. اول حاجه ما فيش حاجه في الانجليزيه اسمها نوت على طول كده، لازم يا اما از يا هاف، يا لازم يبقى في فعل مساعد في الجمله، في الجمله صح كده. يعني كمبيوتر نوت وورك ماشي، بس عايز isn't work wasn't aren't، المهم ان هو يكون في ايه، في فعل مساعد. يبقى اولا هير كمبيوتر نوت وورك ما تنفعش، واللي فيها هير كمبيوتر نوت وورك برضه ما تنفعش. في عندنا بقى هير كمبيوتر نوت تو ورك وهير كمبيوتر wasn't working. يبقى ايه؟ وزن. wasn't. برافو عليك. wasn't working. ما ينفعش اسيب الجمله كده بنقطه على طول يعني، ننفي بنقطه يعني.
we started have started the new project next week. احنا هنبدأ المشروع الأسبوع الجاي. يبقى أولا ما تنفعش أي حاجة في الماضي، صح كده؟ ده صح. لسه هيبدأ. هيبدأوا في الماضي؟ لا، ده لسه هيبدأ في المستقبل. يبقى في حاجة هنا بتعبر عن حاجة بتيجي مع المستقبل، اللي هو البريزنت سيمبل. البريزنت سيمبل المضارع البسيط اللي هو في الحاضر ده بيعبر جزء منه بيعبر عن الايه المستقبل. يبقى انا عايز اقول حاجة بقى في الايه وي بقى. طبعا وي مش هتاخد دي ولا شو ات ولا في اي حاجة فيها اس، صح؟ هتبقى وي ايه؟ وي ستارت بس اللي هي الاولى. تمام، لان ستارتد ماضي وهاد ماضي وهاف ستارتد ده مضارع تام ما تنفعش برضه. يبقى هي الوحيدة اللي تنفع ستارت. تمام كده. ايوه. وي طبعا لا، هنا برضو احنا كررناها مرتين. الجملة دي الحالة الثالثة الاف وي اف وي if we had worked very hard ولا haven't ولا hadn't ولا have we wouldn't have won the first prize of in the competition. لو هو بيقول لو احنا ما عملناش ولا عملنا بقى اشتغلنا بجد. بنت. مش خد بالك wouldn't have won. احنا مش هنكسب واحنا ما كسبناش كمان، سوري، وما كسبناش الجائزة الأولى. يبقى if we had لو احنا اشتغلنا بجد، ولا ايوه. if we hadn't. هي يا هادي hadn't مش هتنفع. هادنت. ايوه يبقى هادنت. hadn't لو احنا ما اشتغلناش بجد مش هنكسب، صح كده؟ تمام كده، لو احنا ما اشتغلناش بجد مش هنكسب. سوري، دي haven't احنا عايزين نجيب hadn't تاني. طيب. My brother had a new car. اخويا عنده عربية جديدة. I want out in. انا وانت out in ايه yesterday وانت out him yesterday ولا وانت out it yesterday ولا وانت out وانت out وانت in hurry yesterday ولا وانت in computer yesterday. بقول لك اخويا هذا كان عنده عربية جديدة. تمام. العربية دي عايد عليها كلام، صح؟ I went out it يعني انا خرجت بيها يعني عايز يقول خرجت بيها. يبقى هم ما تنفعش، والكمبيوتر دي ملهاش لازمه في الجمله. حلو الكلام. يبقى يا ات. حلو الكلام. يا هير. بس هل ده باي براذر ينفع؟ هي عايزين كلمه عايده على العربيه. ماي نيو كار اي ونت اوت ان. انا عايز يقول انه خرجت بيها. يبقى ات اللي عايده على العربيه. تمام كده. ايوه. الجمله هو اللي بيحل لك المشكله. look at the time. بص للوقت كده. I hope the bank isn't. أتمنى إن البنك ما يكونش قفل. أغلق. closes isn't closes. close. closed. was closed. أولا مفيش حاجة مش هتحط isn't و was closed، صح؟ مش هتنفع الاتنين مع بعض. صح. دي خلاص. isn't مش هيجي معاها closes، صح؟ برضو صح. يعني. طيب. آه يبقى يا close يا closed. وعايز يقول إن هو يتمنى إن هو ما يكونش قفل. أغلق هتبقى closed. يبقى إيه؟ يبقى closed. دوست. I hope the bank isn't closed. تمام. دايما دمر الإجابة الغلط خالص قبل ما تبدأ التحدي. واحدة هي ما تنفعش والتاني ما تنفعش، يبقى عندي close يا closed. هنا isn't ما ينفعش أجيب معاها الفعل كده في المصدر، يبقى لازم أقول هو بيقول إن هو كان بيتمنى حاجة في الماضي إن هي ما يكونش قفل، يبقى قفل فعلا، يبقى closed على طول. ده أول جزء. هناخد دقيقتين تاني عن هو وهوم وهوز. بيقول لك هو ولا هوز ولا هو ولا هاو. خلي بالك الجملة دي مهمة قوي. did you lend the book to. مين اللي انت سلفت له الكتاب؟ هي معناها كده هو. اولا هي whose. هاو دي ما تنفعش خالص. ما تنفعش ايه خالص. عندنا هو وهوز وهو. من اللي انت ارسلت له الكتاب دي انا عايز اجيبها. يعني هو كده ارسل لاحد، يعني حالة ايوه. مفعول.
لان يو الفاعل موجود في الجمله، صح؟ يو انت. صح. يبقى عندي هو وهوم. هو مع الفاعل، هوم مع المفعول. تمام. عايد على المفعول تبقى هوم. صح كده؟ هوم ديد يو لند. مين اللي انت سلفته الكتاب ده؟ يبقى دي ايه الاجابه الصحيحه. تمام. طيب. دايما لو ايوه. جاب لك هوم، تخلي بالك من الجمله دي، تشوف بقى فاعل هيسأل عن فاعل ولا مفعول. فاعل هو، مفعول هيسأل عن واحد، لان هو بيقول له مين اللي انت سلفته له. بيسأل عليه هو، ما بيسألش عن فاعل، ما بيسألش عليك انت في الجمله، بيسأل على المفعول به. تمام كده. طيب. ايوه. دينا دينا او ديانا along with her sisters dress، يعني buying ولا is buying ولا buy ولا buys a dress for wedding of her cousin، ابن عمها، بنت عمها مارثا. عايز تقول هتشتري يعني، أو هتشتري للزفاف بتاع بنت عمها. أول حاجة ديانا دي إيه؟ ديانا دي بس. subject فاعل. تمام. وهنا ايوه. her sister جمع إخواتها. بس هنا عايز يقول الكلام عايد على دينا. هنا دينا along with his sister مع إخواتها. مع إخواتها عايز يقول، يبقى أول حاجة ما تنفعش ار باينج، ما تنفعش باي، ما تنفعش بايز. تمام. لأن هنا ايوه. بيقول هتشتري فستانة هي. يبقى إيه؟ يبقى دينا is buying، هتشتري، بتشتري حالا، اللي هو زمن ايه present continuous، اللي هو زمن المضارع المستمر. تمام كده. طيب. خلينا ناخد السؤال ده وخلاص كده ان شاء الله نبلش. he such an، هو he such، هو يعني عايز يقول ان هو شخص امين. هو مثال كشخص امين. he is such a، ولا an honest honestly، ولا honest ولا dishonest. اهونستلي. اه اهونست. على مهلك على مهلك. اولا هو بيرسون، صح؟ هنا صح. بيرسون ده شخص. هو عايز يقول شخص امين، حلو الكلام. شخص امين يبقى هنا عايز صفه adjective، صح؟ ايوه. انا عايز اجيب صفه بقى. honestly بامانه، ولا honesty ما تنفع، وديس ما تنفع، يبقى honestly و honest. لما اقول لك ده شخص امين، شخص كويس صريح او امين، تبقى ما تنفعش honestly لما اقول لك honestly يعني بصراحه او بامانه يعني. دي حال يعني ما تنفعش خالص اصلا adjective. دي adverb. يبقى الوحيده اللي تنفع honest person. اوكي. لازم تبقى ايوه. عارف الصفه والحال من الايه، اللي هي honestly او quick و quickly والحاجات اللي هي مشهوره ان انت تحفظ الادجكتيف والحال منها عشان تقدر تجاوب الجمله. لحد كده احنا يعني كان عندنا جزء تاني يعني مش كبير قوي، خلاص احنا الحصه خلصت. ان شاء الله المره القادمه يعني هجهز لك جزء مهم جدا في الاسي المقال، المقالات المتعدده وازاي تجاوب عليه، للتمرين عليه ان شاء الله.